بقالي شهور ما فتحتش التلفزيون، لكن في رمضان مش هطفيه خالص بقى، لاني بتابع 70% من المسلسلات، ولو الوقت بيكفي هتابع كله. مش فراغ مني ولا حبا في التلفزيون، لكن نظرتي للمسلسل غير نظرتك تماما، والفرجه جزء من شغلي في الاخراج. لازم اعرف كل تفصيله بتتعمل ازاي، والمخرج بيحكي الحكايه ازاي، وكل موقف بيعبر عنه بانهي طريقه، واشوف كل زوايا الكاميرا واداء كل ممثل ومخرج ومدير تصوير ومؤلف وغيره، وايه اخر حاجه وصلوا لها في المونتاج والجرافيكس. وخلي بالك مش بس انا عشان مخرج مبتدئ، لكن اللي اكتشفته ان كل المخرجين بيعملوا نفس الموضوع مهما كان مخرج كبير وقديم. فلو هتسالني اتابع ايه في رمضان، يبقى انت جيت للشخص المناسب، وهرشح لك من قبل ما اعرف ايه اللي هيتعرض اصلا، وهعلمك تعمل كده ازاي كمان. في مؤلفين ومخرجين وجودهم كفيل انه يخلي المسلسل يعجبك ويشدك ايا كان مين الممثل. وهنبدا بالمخرج لان هو البابا بتاع العمل، وده اللي بيحدد نجاح العمل من قبل ما يتعرض اصلا. عندك مخرجين غالبا نجاح اعمالهم بيبقى مضمون، زي محمد سامي مثلا، اكتر مخرج تحب شغله وتدور عليه، واحسن مخرج يختم الحلقه ويخليك هتتجن عشان تعرف الحلقه الجايه فيها ايه، ومشهور بالحركه دي، خصوصا لما تلاقي اسمه اللي في التتر اقتحم المشهد المهم عشان يجنك ويخليك تستنى بكره. واعماله بتكسر الدنيا كل رمضان، زي الاسطوره وجعفر العمده ونسل الاغراب والبرنس وغيره من الاعمال الضخمه. ناهيك بقى عن الكلام اللي بيتقال عنه انه بيشجع على البلطجه والكلام الفارغ ده، لان كل واحد هو رقيب نفسه، ولو عايز يعمل الغلط مش محتاج مسلسل او مخرج عشان يعلمه. وكمان الحكومه شاده حيلها على الاخر ومستنيه حد يغلط، ولو فعلا المسلسلات دي كده كان هيتم منعها من الرقابه اللي لازم كل الاعمال الفنيه تعدي عليها وتاخد موافقه على كل مشهد. لكن النقد ده كان طالع من شويه ناس مش فاهمه حاجه واعداء نجاح محمد سامي. ونرجع لموضوعنا، عندك مخرج تاني زي دكتور بيتر ميمي، وده لما تشوف اسمه في اخر اي تتر اضمن انك هتتفرج على ملحمه مش مسلسل درامي، لانه فعلا بيعمل عظمه في كل مشهد. والشغل ده هو تميز بيه اخر كام سنه، وبقى تخصص الاعمال التاريخيه او الحربيه او الاعمال الاكثر تعقيدا. ومن اهم اعماله الاختيار بكل اجزائه، والمسلسل الاسطوري الحشاشين، ومسلسل تاريخي تاني اسمه مملكه الحرير، والاب الروحي، وكلبش، وحرب كرموز، وكازابلانكا، والهرم الرابع، وقرد بيتكلم، وغيره. ورمضان 2026 مسلسل صحاب الارض، وده بيتكلم عن غزه، واعتقد ان ده من اهم اعماله عشان في قضيه بتمسنا كلنا وبتمس كل عربي مسلم من سنين طويله، واهم مسلسل جسد القضيه ونقلها، وده من اهم حروب القوى الناعمه. اما المخرج احمد خالد موسى، واللي رغم صغر سنه الا انه بيواكب مخرجين كبار وبيشتغل مع نجوم تقال، زي السقا اللي عمل معاه الحصان الاسود وفيلم هروب اضطراري، والعتاوله 1 و2، واللي كان فيه نجوم كبار صعب التعامل معاهم، ومسلسل ملوك الجدعنه اللي كسر الدنيا وقتها، ومسلسل ابو عمر المصري بتاع عز، ومسلسل بعد البدايه بتاع طارق لطفي، ومسلسل مان الجاني اللي انا بعتبره مسلسل بوليسي من الطراز الاصيل، ومسلسل افراج رمضان 2026. عندك بقى المخرج اسلام خيري، والمخرج ده اول مره اتفرج له على مسلسل كان قهوه المحطه رمضان 2025، وكنت مبهور انبهار مش طبيعي. والمسلسل كان شاددني وبيتحكم فيا زي المخدرات، وفكره انه يعمل التتر على اغنيه الراحل احمد منيب دي كانت فكره حلوه وعريقه قوي. ومن علامات المخرج المبدع انه يجيب ممثلين مش نجوم او مش كتير، ومع ذلك يشيلوا المسلسل وينجح، لانه اتحدى نفسه وواثق من نجاحه. وفعلا قهوه المحطه ما كانش مسلسل عادي، وكدليل على كلامي فهو خد احسن مخرج في رمضان 2025. وبالمناسبه هو ابن الكاتب الكبير خيري شلبي اللي اخد زمان جايزه نجيب محفوظ. عندك في رمضان مخرجين تانيين زي دكتور محمد شاكر خضير، وده ما بيعملش اعمال كتير، بس لما بيعمل لازم تتفرج، لان لما دكتور خريج طب اسنان يتجه للفن والاخراج اعرف ان عنده شغف وطاقه كبيره هتطلع حاجه حلوه. ومن اعماله جراند اوتيل وتحت الوصايه اللي اخد عليه جايزه احسن مخرج، ومسلسل اخواتي، واللي بالمناسبه اسلوبه الاخراجي كان ملفت قوي وتحس انك بتتفرج على حاجه حرشه. وطالما اتكلمنا عن الحاجات الحرشه يبقى لازم نتكلم عن المخرج خالد دياب، وانا مش هقول لك حاجه عنه غير انه ابرز اعماله مسلسل اشغال شقه، والمسلسل ده تقريبا المسلسل الوحيد اللي قدر يضحكني فعلا مش بس ابتسم. وبجد
وبجد كمية التفاصيل اللي فيه تخليني اقول ان الراجل ده عبقري ويحسد على تركيزه. وبالمناسبة مؤلف العمل كان اخته المؤلفة شيرين دياب، يعني نجاح اسري يخليك مبسوط وفخور بيهم. ومش بس اشغال شقة، هم اتعاونوا كمان في مسلسل تحت الوصاية وفيلم الف مبروك واللي كان فريد من نوعه بسبب فكرته، وتعاون فيه مع اخوه برضه محمد دياب، وشارك في الجزيرة 2 وبلبل حيران واشتباك وغيره. مخرجين تانيين زي استاذ محمد الخبيري، وده رغم ان اعماله الناجحة لسه مش كتير لحد دلوقتي، لكن كفاية عندي انه عمل مسلسل بتقابل حبيب اللي عبارة عن قطعة فنية في منتهى الشياكة والرقي، وتسكين الأدوار كان في منتهى الدقة، وكل ممثل لايق عليه دوره هو بس. أولهم الفنانة أنوشكا طبعا، وما أعتقدش في بديل ليها ينفع للدور ده. والمسلسل ده كان أول تجاربه الإخراجية في رمضان. وعندك مسلسل وننسى اللي كان في رمضان 2026، واللي بيكرر كتير التعاون بينه وبين الثلاثي ياسمين وكريم فهمي والمؤلف عمرو محمود ياسين. أما المخرج محمد سلامة، واللي أسلوبه مميز جدا ومشيق حتى لو قصة بسيطة. ومن ابرز اعماله ستات بيت المعادي، والمسلسل ده لازم ترجع تشوفه بعدين لانه حاجة جميلة جدا. ومسلسل نصيبي واسمتك، وبجد المسلسل ده كان تحفة فنية، وفكرة الثلاث حلقات دي كانت جامدة قوي وفيها تحدي. والمسلسل ده هرجع له تاني قدام. ومسلسل كتيبة 101، واللي كان عمل وطني صعب بيجمع بين شغل الجيش مع الجهات الامنية ضد الجماعات الارهابية. ومسلسل راجعين يا هوا وامبراطورية ميم، والمسلسلات العائلية والاسرية بجد. ومسلسل رحيم اللي كان بيتكلم عن غسيل الاموال. مش عايز اقول المخرج خالد يوسف لانه مخرج سينما مش دراما، لكنه لما عمل مسلسل سره الباتع في 2023 كان عمل مصري تاريخي ضخم من تأليفه واخراجه، وكان اول عمل درامي ليه بعد تاريخ طويل وسياسي وجريء في السينما. كفايه بس اقول لك انه جايب الفلاح المصري الاصيل بتاع زمان في وقت الحمله الفرنسيه، واللي كان صعب جدا نقل الحكايه بتفاصيلها الا اذا كان المخرج بقوه خالد يوسف. وبجد كل فريم في كل مشهد كان لوحه فنيه ممكن تتعلق على الحيطه في احسن المعارض. اختيار الكادرات مع تناسق الالوان مع جوده وريزولوشن الكاميرات قدر يخلق بورتريهات بشكل ملحوظ مش مجرد صور. انت نفسك هتاخد بالك وعينك هترتاح وانت بتتفرج. والمسلسل ده جمع ممثلين تجاوز عددهم ال70 فرد، وكلهم اقوى من بعض، غير ممثلين الادوار الثانويه، غير العدد الضخم للجنود اللي كان شيء معقد جدا التحكم في كم البشر دول وتوجيههم من غير اخطاء. بجد تحيه تقدير للاستاذ خالد يوسف على العمل ده. مخرج انا مراهن على نجاحه بدايه من رمضان 2026. اسمه هادي بسيون، لاني اعرفه كويس واعرف انه بيهتم بالتفاصيل قوي، وبرنس وعارف بيعمل ايه، ودارس طبعا المهنه. وكان بيقدم محتوى على اليوتيوب اسمه المراجعه النهائيه، لازم تشوفه لو بتحب عالم الكواليس وتفاصيل السينما. اول اعماله الاخراجيه في الدراما الرمضانيه في رمضان 2026 مع البلوجر العسل والموهوب احمد رمزي، واللي بالمناسبه متوقع برضه انه يخرج في المستقبل، لان احمد رمزي اولا دارس اخراج، وبعدين رؤيته الفنيه ممتازه، وعنده القدره انه يضحكك في اعماله. وفي طبعا مخرجين تانيين ناجحين هحط لك صورهم بس من غير تفاصيل، لاني بكلمك عن المخرجين اللي انا شخصيا بستنى شغلهم بسبب كثره اعمالهم الناجحه في رمضان لحد دلوقتي. نيجي بقى للمؤلف، وهو ده اللي بيرمي حجر الاساس اللي بيتبنى عليه العمل كله، وده بيحتاج مؤلف او كاتب بدرجه مهندس عشان يقدر يحسب ابعاد وتفاصيل كل الاحداث ويربطها ببعض من غير اخطاء، ويسلمها للمخرج عشان ينقلها من ورق لواقع. ومن ابرز المؤلفين في رمضان هو عمرو محمود ياسين، ومن اسمه تفهم هو ابن مين. اي والله ينور. فده يثبت لك ان الشخص ده اتربى في بيت مثقف جدا وفني، يعني هيطلع شخصيه مثقفه. وبالمناسبه ده ابنه محمود ياسين جونيور. والمؤلف عمرو محمود ياسين ما ينفعش تتجاهل عمل اسمه محطوط عليه، لان هيفوتك متعه المشاهده والاستفاده. زي مثلا انه عمل قصه في المسلسل عن علم التخاطر وتاثيره ودراسته، وقصه عن مشاكل الايجار القديم والنزاع بين المالك والمستاجر، وقصص تانية عن قضايا المجتمع المختلفه. انا شخصيا ما كنتش اعرفه لحد ما شفت مسلسل نصيبي واسمتك في 2016، واندهشت من فكره المسلسل اللي بتدور باحداث متصله منفصله، يعني بيتغير قصته كل 3 حلقات، وكمان الممثلين بتتغير وكل قصه اقوى من الثانيه، واستفدت منهم كلهم. فكان لازم اعرف ايه الدماغ اللي عملت الكلام ده كله، وبصيت على التتر لقيت الاسم ده، ومن ساعتها
بعتمد اي مسلسل عليه الاسم ده. فضلت الفكره تتجدد على مدار السنين، وكل المسلسلات اللي كاتبها لازم تعشقها وتعشق اغنيه التتر بتاعتها. ومن اعماله مسلسل وتقابل حبيب، ومسلسل ونحب تاني ليه، ومسلسل وننسى اللي كان في رمضان 2026. وانا حطيتهم لك جنب بعض عشان تاخد بالك من وجود حرف عطف اللي هو الواو في اول كل اسم، ودي حركه مميزه جدا. وعندك بقى كاتب تاني اسمه عبد الرحيم كمال، وده ما كنتش اعرفه للاسف غير لما شفت مسلسل قهوه المحطه في 2025 اللي كلمتك عليه من شويه. وطريقه كتب القصه هتخلي عندك فضول تعرف مين صاحب الافكار دي، وبرده كان عندي فضول اعرف مين اللي كتب مسلسل الحشاشين، وطلع هو برده. والعملين دول بالنسبه لي هم رصيد كبير لوحدهم، لكني ما كنتش اعرف ان في رصيد اكبر واقدم للراجل ده، زي الرحايا وشيخ العرب همام ويونس ولد فضه وزلزال واهو ده اللي صار والقاهره كابول وجزيره غمام وغيره. واغلب الاعمال دي بتكون تاريخيه، ده غير افلامه اللي منها على جنب ياسطا وتيتا رهيبه والكنز 1 والكنز 2 وخيال مآتة، غير طبعا الكتب. لكن خلينا نتكلم عن مسلسلات رمضان وبس. وعندك المؤلف احمد عبد الله، وانا مش هقول عنه حاجه غير انه الف معظم الافلام اللي احنا بنحبها وحافظينها، زي عبود على الحدود والناظر واللمبي و55 اسعاف وعسكر في المعسكر وميدو مشاكل وفول الصين العظيم وغبي منه فيه وعيال حبيبه ويانا يا خالتي وكركر ولخمه راس والفرح وغيرهم كتير. لكن انا دلوقتي بتكلم عن شغله في رمضان. عندك بقى مسلسل بين السرايات اللي بالمناسبه هي منطقته، ومسلسل رمضان كريم، ومسلسل ارض النفاق اللي كان متوفى في نوفمبر 2025 بعد كتابه الحلقه دي، وحرمنا من ابداعاته في رمضان. في كمان المؤلف المتنوع محمد سليمان عبد الملك، واللي كتب تامر وشوقية وباب الخلق واسم مؤقت وفرق توقيت والحصان الاسود ورسايل ومسلسل وعد ومسلسل خيط حرير وراجعين يا هوا وصوت وصوره وامبراطوريه ميم وشباب امراه، فيلم شد اجزاء هاني سرحان اللي عمل الاب الروحي باجزائه، والاختيار الجزء الثاني والثالث والفتوه ولمسه اكتاف وغيره. باهر دويدار واللي كان من اعماله مسلسل حق ميت والميزان وحكايات بنات وكلبش والاختيار واحد والعائدون وهجمه مرتده ومسار اجباري وصيد العقارب والمسلسل الاذاعي القديم علشان خاطر مصر. ودول كانوا ابرز المؤلفين اللي تحب تتفرج على شغلهم في رمضان، لان ليهم رصيد باعمال كتير ناجحه. لكن في مؤلفين تانيين طبعا، وبكده يبقى انت عرفت اسلوب شغل ابرز مخرجين الدراما الرمضانيه واسلوب كتابه ابرز المؤلفين، عشان ما تحتارش وتتوه بين المسلسلات. واخر حاجه اقولها لك، لو محتار تاكل فين ما تسالش عن اللي هيقدم الاكل، لكن اسال مين اللي طبخ.